الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرتوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العليم والثناء الجليل، وأهبت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفعتهم بعلمك وجعلتهم الذرية إليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا، وبعض أولدته من غير آب وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعا ونجت له منهاجا وتخيرت له أوصيا مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، إلى أن انتهيت بالله إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كما التجبته سيد من خلقته وصفوة من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوتاته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وأرجت به إلى سمائك وأودعته
علم ما کان و ما یکون الی انقضاء خلقک ثم نصرته بالرعب و حففته بجبرائیل و میکائیل و المسومین من ملائکتک و وعدته ان تظهر دینک علی الدین کله ولو کره المشرکون و ذلک بعد ان بوأته مبوأ صدق من اهله و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک و حجة و عمره و قلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله مودتهم فی کتابک فقلت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى و قلت ما سألتكم من اجر فهو لكم و قلت ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك فلما انقضت أيامه أقام علي ابن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هادیا اذ کان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ اماما من كنت مولا فعلي من كنت مولا از حجت الوداع داره میاد جبرئیل نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ایستاد فرمود بگید اونایی که جلو رفتن برگردن، اونایی که پشت سر بودن رسیدن، جهاز شترها رو هم قرار دادن. رسول خدا بالا رفت شروع کرد به خطبه خوندن، قریب به 2 ساعت خطبه خواند. یه وقت دیدن دست علی مرتضی رو گرفت بالا بود، صدا زد من کنت مولا فهذا علی المولا. هر که من مولای اویم این علی مولای اوست.
اول کسی که جلو اومد بخن بخن گو همو ملون ازل و ابدی بود که گیزم آورد در خونش آتش زد هرچه گفتن پشت در فاطمه است دختر رسول خداست گفت اگرچه او باشد آتش میزنم هم در خونه را آتش زد یا امام رضا بمیرم برا مادره هم لگد به در نیم سوخته زد صدای ناله بیبی بین در و دیوار بلند شد صدا زد بابا هكذا يبغل بحبيبتك وابنتك ببین با دخترت چه کردن زهرا جان زهرا 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 جانم خدایا بعد امام رضا علیه السلام در نسل ما غیر از محب خالص الولا علی مرتضی قرار مده من کنت مولا فعلی مولا اللهم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من خذل وقال من كنت انا نبيا فعلي امير وقال انا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وأهله محل هارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوجه ابنته سيدة نساء العالمين وهل له من مسجده ما خلل وسد الأبواب إلا بابا ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الأرض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور علی جان فردای قیامت شیعیان دوستان تو بر من برای از نورن
مبیضة وجوههم خوشا بالمتون، در حالی که صورتاشون میدرخشه. حولی فی الجنت، همه تو بهش اطراف منن و هم جیرانی و همسایای منن. ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. علی جان اگه تو نبودی مؤمنین بعد از من شناخته نمی شدن. و کان بعده هدی من الضلال و نورا من العمی و حبل الله المتین و صراطه المستقیم لا یسبق بقرابة فی رنه ولا بسابقة فی دین ولا یلحق فی منقبة من مناقبه یحذو حذو الرسول صلی الله علیه و آله و یقاتل علی التأویل ولا تأخذه فی الله لومة لائم قد وتر فیه صنادید العرب و قتل ابطالهم و ناوش ذؤبانهم فاودع قلوبهم احقادا بدریه و خیبریه و هنینیه و غیرهن فذبت علی عداوته و کبت علی منابذته حتی قتل الناکثین والقاسطین والمارقین ولما قضا نهبه و قتله اشقى الاخرین یتبع اشقى الاولین لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الهادین بعد الهادین والامة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه و اقصاء ولده الا القلیل ممن وفى لرعایة الحق فیهم فقتل من قتل و صبیان و اقصی من اقصی و جرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة اذ كانت الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين و سبحان ربنا ان كان بعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلى الطائب من اهل بيت محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون و ایاهم فلیندب النادمون ولمثلهم فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون و یضج الضاجون و یعج العاجون این الحسن این الحسن این الحسن این الحسن این الحسن این
الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الظاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله 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 امام زمانمون کجاست یوسف فاطمه کجاست مولا و صاحبمون کجاست کی میاد و صبح جمعه‌ای که ببینیم تکیه به دیوار خانه کعبه کرده صدا میزنه یا اهل العالم انا المهدی انا الامام المنتظر أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقتل بالعلماء أين المنتظر لإقامة الأمت والعباد أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والصلاة أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاسم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاسد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع هبائل الكذب والافتراء أين مبيد الأوتات والمرض أين مستأصل أهل النادر والتذليل والإلحاد أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين معز الأولياء ومذل أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الصلاح والرضا أين الطالب بذهول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء
أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا کجاست آقای مضطری که تا دعا کنه داش مستجابه این صدر الخلائق ذو البر والتقوى این ابن النبی المصطفى وابن علی المرتضى وابن خدیجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والهما يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأنجبين يا ابن الأتائب المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشهب الثاقبة يا ابن الأنجم الزاهرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحکمات یا ابن الحسن داریم تو رو صدا میزنیم تو رو میخونیم آقا جانم یا ابن یاسین و الذاریات یا ابن الطور و العادیات یا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا دنوا و اقترابا من العلی الاعلی لیت شعری این استقرت بکنوا ای کاش میدونستم کجای آقای من می اومدم خاک کف پات سرمه چشمانم می کردم عزیز فاطمه لیت شعری این استقرت بکنوا بله ای ارض تقل کوثرا ابرضوا او غیرها امضی توا عزیز علی الهر الخلق ولا ترا برام سخت مردم رو ببینم اما تو امام زمانم و نبینم آقا عزیز علی الهر الخلق ولا ترا ولا اسمع لك عزیزا ولا نجوا عزیز علی ان تیت بکدونی
البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي یعنی فدات بشم آقا جانم بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا آقا درست پنهانی درست در غیبتی اما از ما دور نیستی آقا جانم بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا بنفسی انت من نازهم ما نزغ غنا بنفسی انت امنیت شاهد یتمنا من مؤمن و مؤمنة ذکرا فهنا بنفسی انت من عقید عز لا یساما بنفسی انت من افیل مجد لا یجارا بنفسی انت من تلاد نعم لا تضاها بنفسی انت من نسیف شرف لا یساوا لا متاع فیک یا مولا تا کی سرگردونت باشیم آقا جانم لا متاع فیک یا مولای و الی متاع خطاب اسف فیک و نجواب عزیز علی نجاب دونک و اناقا عزیز علی نبکیک و یخذلک الورا عزیز علی یجری علیک دونهم ماجرا هل من معین فاطیل معه العویل والبکا هل من جزوع فوساعد جزاء اذا خلا هل قضیت عینو فساقدت عینی علی الغذا هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا هل یتصل یومنا منک بقدی فنذاب متى نرد مناهلک الربیت فنروى متى ننتفع من عذب مائک فقد طال الصداب متى نغادیک و نرا بهک فنقر غینا متى ترانا و نرای کی میشم تو ما رو ببینی هم ما جمال نورانی تو زیارت کنیم آقا جانم متى ترانا و نراک و قد نشرت لواء النصر ترا ترانا نهف بك وانت تؤم الملأ وقد ملأت الارض عدلا وذقت اعداءك هوانا وعقابا وبرت لوطاتا وجادت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمین. انشالله به همین زودی بیاد اون روزی که بگیم الحمدلله بالاخره آقامون اومد، مولامون اومد، هستیمون اومد، عزتمون اومد. اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک الادوا و انت رب الاخرت و الدنیا فاغث یا غیاث المستغیثین فاغث یا غیاث
أغث يا غياث المستغيثين فأغث يا غياث عبيدك المبتلى وأري سيده يا شديد القباب وأزلنه بالأسى والجواب وبرد غليله يوما على العرش استوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك التائبون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا اسمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومآذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما صبح جمعه کنار قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام سلام ما رو به امام زمانمون برسان و زدنا بذلک یا رب اکراما و جعل مستقره لنا مستقرا و مقاما و اتمم نعمتک بتقدیمک ایاه امامنا حتی توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبي السيد الأصغر وجدة الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائه البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم بعد وما أكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لمدها اللهم واقم به الحق وأذهب به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بوجزته ويمكث في ظله وأعنا على تأدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة واستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه
علیه و آله بکأسه و بیده رگیا رفیقیا هنیئا سائغا لا ظمأ بعده یا ارحم الراحمین.